السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات صابرينا. صحة فطوركم، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم طبق كفتة الدجاج بالمرقة البيضاء. طبق رئيسي رائع جدا ولذيذ. تقدميه الى جانب الشربة تاعك والمقبلات. ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بزاف ناس ما واش توصل لهم الفيديوهات تاعي، الوغ اضغطوا على الجرس. وندوز الان للمقادير. اول حاجه راح نوجدوا الكفته تاعنا. عندي هنايا كفته تاع الدجاج، عندي حبه بيض، شويه تاع المعدنوس، زوج فصوص ثوم مفرومين، زوج مغارف كبار تاع لا شابلور، عندي هنايا ملح، شويه راس الحانوت، شويه كركم، شويه قزبر، شويه كمون، وعندي فلفل اسود. راح نحط التوابل تاعي في الكفته والثوم والمعدنوس. نخلط المكونات جيدا، نضيف حبة البيض ولا شابلور تاعي كامل، ونخلط حتى نتحصل على عجينة متماسكة. الا شفتوها ناقصة شابلور ضيفوا لها غرفة واحدة اخرى. راح نديرهم كامل كوريات بهذه الطريقة هكذا هامليك. راح نديرهم نجوزهم في الفرينة، وانا راني نسخن في الزيت من قبل. ضروري يكون الزيت سخون هكذا. نقليهم حتى يتحمروا، نقلبهم نخليهم يتحمروا هكذايا ومن بعد نحيهم. بالنسبه للمرقه عندي حبه بصل مرابيه، عندي هنا زروديه مقطعه رقيق بهذا الشكل. نفس التوابل اللي استعملتهم، برك زدت شويه تاع القرفه، يعني راس الحانوت، كمون، فلفل اسود وملح وقزبر وشويه تاع القرفه. وعندي زوج فصوص كبار تاع الثوم مفرومين. عندي هنايا الزيتون غسلته مليح وغليته 3 مرات مع عصرة تاع القرص. وعندي هنايا اعظام تاع الدجاج، اي اعظام نحيتيهم من اي ماكله عندك خليهم، فقط راح نضيفهم باش يعطي بنه لهذيك المرقه ومن بعد نحوهم. درت زوج مغارف كبار تاع الزيت. نقلي البصل تاعي مليح بهذا الشكل، نخليه يدبال. الآن نضيف الثوم، هايلي، ونضيف التوابل تاعي كامل ونقلي المكونات. نضيف زرودية، دايما نقلي. ندير هادوك عظام تاع الدجاج، مثلا الا نحيتي العظام هادوك ورحيتي هذاك اللحم تاع الدجاج وهذاك العظام بقالك ضيفيه. ضفت ضفت الزيتون. راح نمرق ونخليها تغلي ويطيب الزروديه وهذاك الزيتون كامل، ومن بعد نعاودو نولولها. هايليك نقصت لاصوص وطاب طابت الزروديه. هامليك الكفته تاعي بعد ما قليتها تحمرت. الان راح نضيفها لهاد المرقه ونخليهم يطيبوا وتعقد لي المرقه تاعي، ونقدمها لكم في طبق التقديم ان شاء الله. اذا كانت هذا طبق اليوم، كفتة الدجاج بلا صوص البيضة، طعمها رائع جدا. انا قدمتها، نحيت هذوك عظام تاع الدجاج، والتزيين انتي كيما حبيتي، زينتها بشويه تاع المعدنوس. طعمها رائع جدا، قدميها كطبق رئيسي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصحه فطوركم، صحه سحوركم، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.